السلام عليكم. النهارده هنعمل حاجة مهمة جدا وهتفرق معانا جدا في شكل الابليكيشن بتاعنا. هنعرف ازاي نعمل فلتر او نعمل حتى اكتر من فلتر على الداتابيز بتاعتنا، وكمان هنعرف ازاي نعمل سيرش على ريكورد معين لو احنا عايزين نجيبه من جوه الداتابيز. يلا بينا. دلوقتي اللي انا هعمله ان انا هاد كونتينر تحت التايتل كونتينر، والكونتينر ده هاد فيه بقى جواه الفلترز اللي انا عاوز اعملها. الفلترز دي هقدر افلتر بيها الجاليري، اللي هو مثلا انا عاوز اعمل فلتر بالاوفلاين كورسز بس او الاونلاين كورسز بس، فهقدر من الفلتر ده اعمله. او مثلا عايز اعمل فلتر بكل الكورسز اللي هيعملها انستراكتور معين. هنشوف الكلام ده كله، بس هنبدأ بان احنا ناد الكونتينر. جميل، انا كده عملت الكونتينر بتاعي اللي هحط جواه الفلترز. طيب هنبدأ ازاي؟ عندي حل من الاتنين، يا اما انا هروح على insert وهبتدي اخد مثلا كومبو بوكس واحط الكومبو بوكس ده جوه الكونتينر ده. فمثلا اهو كومبو بوكس، والكومبو بوكس ده هحطه جوه الكونتينر ده، وابتدي اختار في الكومبو بوكس الايتمز بتاعتي. فهكتب هنا اونلاين وهكتب اوفلاين وامسح الاختيار التالت. فيبقى عندي لو انا عملت ريفيو هقدر الاقي هنا الاختيارات اونلاين واوفلاين. بس انا بفضل طريقة احسن. بدل ما انا اقعد اختار الاختيارات دي كلها تاني من اول وجديد، هعمل كده وهديليت ده، وهاخد كوبي من الفيلد ده اللي هو اسمه الفيلد اللي اسمه كورس تايب. طيب الفيلد اللي اسمه كورس تايب ده هاخد كوبي من الفيلد مش من الكارد نفسه، هاخد كوبي من الفيلد نفسه. فهعمل له كوبي وهروح في مكان الكونتينر وهعمل بيست. هينزل بالشكل ده وفي ايرورز. الايرورز ما تقلقنيش، لان الايرورز دي بتريفير لحاجات كانت ليها علاقة بالكارد اللي جواه الفيلد ده. فكل اللي انا هعمله هاجي على الايرورز واعمل لها اديت وادلتها، مش اكتر من كده. هغير الويدث بتاع الفيلد وهخليه 200. اوكي، وهخليه يبقى جاي على الشمال في الكونتينر بتاعي اهو. طيب لو عملت بريفيو، هو نزل لي لوحده من غير ما انا اختار الايتمز، لانه جاب الايتمز اللي موجوده اوريدي عندي في الليست، لان انا خدت كوبي من الفيلد ده زي ما هو. السؤال هنا بقى، هل لو انا دوست على اونلاين او اوفلاين الجاليري ده هيتفلتر؟ الاكيد انه لا، لان انا اساسا لسه ما عملتش اللينك اللي ما بين الفيلد ده والجاليري ده. تعال نشوف هنعمل كده ازاي. هنرجع تاني على الديزاين فيو، وهقف بقى دلوقتي على الجاليري. بس قبل ما اقف على الجاليري عاوز ادي نيم للفيلد ده اللي انا كريته واللي انا هعمل بيه السيرش. هسميه سيرش كده وكورس. طيب تمام، هرجع هنا على الجاليري واشوف الجاليري بتاعي متكون من ايه، او الايتمز اللي جواه عباره عن كل اللي موجود جوه التريننج ليست. يبقى اللي انا عايز اعمله دلوقتي هو ان انا اعمل فلتر على اللي موجود جوه التريننج ليست، والفلتر ده ياخد من الفيلد اللي احنا كريتناه دلوقتي. تعالوا نشوف هنعمل كده ازاي. اول حاجه هعمل فلتر بالاف اكس. تمام، فالفلتر قال لي ايه؟ الفلتر طلب مني سورس وطلب مني لوجيكال تيست. فالسورس هو التريننج ليست، واللوجيكال تيست هو ده اللي انا هعمل بيه الكونديشن بتاعي، اللي انا هقول له انه الكورس تايب يبقى بيساوي اللي موجود في الفيلد اللي انا كريته هنا في المكان ده. يبقى هقول كورس تايب اهو اسم الفيلد equals search، طبعا اللي احنا كنا عاملينه search course type اهو dot selected، لانه الكورس تايب ده
دروب ليست او كومبو بوكس، فطالما هي كومبو بوكس يبقى لازم اختار اللي سيلكتد جوه الكومبو بوكس ده دوت فاليو، وهقفل الفلتر على كده ونشوف ايه نتيجته. انا كده ظاهر معايا ان لسه في ايرور، طالما علامه الاكس الحمراء دي ظاهره لي معنى كده ان لسه في ايرور. انا كده محتاج ارجع ابص تاني على الايكويشن بتاعتي. فعلا انا كورس تايب محتاج كمان اقول له ان هو ياخد من الفيلد ده الفاليو بتاعته، لان الفيلد ده عنده بروبرتيز كتير. لو انا جيت دوست دوت هلاقيه على طول ظهر لي ان انا هاخد من الفيلد ده الفاليو بتاعته اللي جواه، مش هاخد منه width مثلا ولا هاخد منه اي حاجه تانية، لا انا هاخد من الفيلد ده الفاليو بتاعته. كده الايرور اتشال، بس انا لسه مش شايف الحاجه اللي قدامي، انا لسه مش شايف الليست كلها فاضيه ليه؟ طب تعالوا نعمل بريفيو ونشوف. هختار اونلاين مثلا، فظهرت معايا كل الكورسز اللي اونلاين بس ومفيش حاجة اوفلاين هتظهر معايا. هختار اوفلاين، ظهرت معايا الكورسز اللي اوفلاين بس. فهنا هيظهر معايا حاجتين، اول حاجة ان انا عاوز انسلكت مثلا الكورس ده، يعني هو انا مش عايز اختار ولا واحد منهم، او عاوز اختار الاتنين بمعنى اصح. فلو عايز اختار الاتنين مش هقدر بالاوبشن ده. طيب تعالوا نشوف هنحل الموضوع ده ازاي. هنعمل اكس وهنرجع تاني للفيلد بتاعنا وهنقول له allow multiple select من جوه البروبرتيز بتاعته، هنقول له allow multiple select. طيب بعد ما عملت allow multiple select هل الموضوع اتحل؟ تعالوا نشوف عشان هتقابلنا مشكلة صغيرة لسه. هنختار كده بدل اونلاين بدل اوفلاين اونلاين، ظهر لي الحاجات الاونلاين. طب ما تيجي اختار الاتنين. ايه ده؟ ظهر لي الاوفلاين بس. ليه؟ لان ده اخر حاجة انا اخترتها. هنحل الموضوع ده ازاي؟ هنرجع تاني للديزاين فيو وهنرجع للجاليري. تعالوا نشوف ايه الاوبشنز اللي موجودة عندي بدل selected فيما يخص السيرش كورس تايب. الاوبشنز اللي موجودة عندي لو انا دوست كتبت ابتديت اكتب selected هلاقي search text وهلاقي selected اللي احنا كنا مختارينها وهلاقي selected items. يبقى selected items دي انا محتاج استخدمها لما يكون عندي الكومبو بوكس بتاعي بيألاو المالتيبل select. تمام، يبقى هختار هنا selected items بدل selected. طيب ايه اللي حصل دلوقتي؟ هو ليه الفاليوز برضو لسه ما ظهرتش؟ لانه فعليا اللي حاصل ان انا بقول له قارن الكورس تايب دوت فاليو ايكوال السيرش كورس تايب اللي هو البوكس بتاعي ده، يبقى الكورس تايب هو الفيلد ده والسيرش كورس تايب هو البوكس بتاعي اللي موجود هنا. بقول له قارنهم ببعض وشوفهم ايكوال بعض ولا ايكوال، يعني اكزاكت ماتش، يعني لازم اللي مكتوب هنا يساوي اللي مكتوب هنا، ومش هو ده اللي انا عاوزه. فايه الحل البديل؟ في حاجه اسمها ان هي اللي هتحل القصه دي. فهيشوف لو الفاليو دي موجوده جوه الفاليو اللي موجوده في السلكتد ايتمز، يعني كلمه اونلاين موجوده جوه او كلمه اوفلاين في الكيس بتاعتنا دي موجوده جوه الفيلد ده ولا مش موجوده. فلما يلاقيها موجوده هيقوم مطلعها لي، ولقى اونلاين فهو جاب لي كل الكورسز. تعالوا نعمل بريفيو. يبقى انا كده لو اخترت اونلاين بس هيجيب لي كل الاونلاين، لو اخترت اوفلاين بس هيجيب لي كل الاوفلاين، لو اخترت الاثنين مع بعض جاب لي الاونلاين والاوفلاين. طب انا عايز اقول له لو ما اخترتش حاجه هات لي الاثنين، هات لي كله، اكني ما عملتش سيلكت لاي حاجه. تعالوا نشوف برضو هنعمل كده ازاي. هرجع تاني للديزاين فيو وهسلكت الجاليري بتاعتي، هرجع للفلتر بتاعي وهنشوف حاجه. قبل ما اعمل كده محتاج اقول لك على ملاحظه مهمه جدا. هتلاقي ان في علامه warning، ده مش ايرور، العلامه دي مش ايرور، العلامه دي علامه warning. العلامه دي بتقول لك ان في مشكله ما هنتكلم عنها في اخر الفيديو ده، والمشكله دي مهمه جدا 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 لازم نخلي بالنا منها. however ده مش بيوقف الابلكيشن بتاعتنا وده ما فيهوش اي نوع من انواع الايرورز. نرجع تاني، كنا عاوزين نعمل ايه؟ كنا عاوزين نقول له لو الفيلد اللي انا زودته ده بتاع السيرش ما فيهوش اي حاجه سيب لي الحاجه ظاهره. طيب هنعمل ايه؟ هنقول هنا هنعمل سبيس كده ونزود التو بايبس دول، والتو بايبس دول معناهم اور. التو بايبس دول معناهم اور، اكني كتبت كلمه اور، او اللي بيستخدم الكلام ده في الاكسل كتب اور. فهنستخدم التو بايبس دول معناهم اور، وهاجي اقول انه انا عاوز اعمل لو هو الفيلد ده is blank، وهفتح قوس وهاخد الفيلد بالبروبرتيز بتاعته زي ما هي كده،
copy وهعمل هنا paste واقفل البراكت الاخير. بس انا في الكيس دي مش محتاج بقى selected items، محتاج اقول له ان اي selection اللي هو بدل كلمة selected items selected بس، اي selection عندك هو blank. والحتة دي مهمة جدا ومحتاجين نفهمها بشرح بسيط جدا. يعني ايه is blank وايه الفرق ما بينها وما بين is empty؟ لان انا هلاقي حاجة تانية اسمها is empty موجودة عندي في الباور اف اكس اللي هو طبعا الفورمولز اللي احنا بنكتبها في باور ابس. is blank يعني انه الفيلد ده اللي انا بتكلم عنه كان مكتوب فيه حاجة قبل كده واتمسحت ببساطة. طب و is empty يعني الفيلد ده ما اتكتبش فيه اي حاجة قبل كده. تعالوا نشوف نتيجة اللي عملناه. انه احنا قلنا له ان هو يسيرش، يا اما يلاقي انه الفاليو اللي موجودة في الكورس تايب موجودة جوه السلكتد فاليوز اللي موجودة جوه السيرش بوكس ده، او انه يلاقي انه الفيلد ده empty اساسا ما فيهوش اي حاجة او blank بمعنى اصح زي ما شرحناه. نرجع نعمل بريفيو، هنختار اونلاين هيجيب لي الاونلاين، هختار اوفلاين لوحده جاب الاوفلاين لوحده، اخترت الاثنين جاب الاثنين. تعالوا بقى نشيل الاثنين، راح جايب لي كل الداتا زي ما احنا عاوزين. تعالوا بقى نرجع ونشوف ازاي نقاد كذا لاير للسيرش بتاعنا او للفلتر بتاعنا. يبقى دلوقتي اللي انا عاوز اعمله ازود على الفلتر بتاعي ان انا اقدر افلتر باللوكيشن، عاوز ازود كمان ان انا اقدر افلتر بالانستراكتور، وعاوز كمان اقدر اسيرش باسم الكورس نفسه. فنشوف الفيلدز دي كلها. فاللوكيشن كمان هيبقى عبارة عن دروب ليست، الانستراكتور هيبقى عبارة عن بيرسون فيلد، وكمان السيرش هيبقى مختلف شوية في طبيعة استخدامه. تعالوا نشوف هنعمل كده ازاي. هنرجع للديزاين فيو، هبدأ باللوكيشن لأن اللوكيشن يعتبر حاجة أكننا بنعيد نفس اللي عملناه هنا بس هنعمله سريعا. هاخد كوبي من الفيلد ده زي ما اتفقنا، هروح جوه الكونتينر اعمل له بيست، هيظهر لي دلوقتي الايرورز اللي طلعت لنا المره اللي فاتت. هنعمل لها زي ما قلنا، مجرد ان انا همسح الايرور هفضل ادوس على كل ما يظهر لي ايرور هفضل ادوس على edit in formula bar وامسح وedit in formula bar لحد ما كل الايرورز تروح. edit in formula bar وهمسح عادي جدا. خلاص الايرورز بالنسبه لي اختفت. محتاج بس اغير الويدث بتاع الفيلد ده، فهخليه 200 زي ما خلينا اللي فات. تمام. فهنا ظهر لي انه عندي لو عملت بريفيو او لو دوست الت وعايز اجرب الفيلد ده هلاقي جواه الاوبشنز بتاعه اللوكيشن زي ما اتفقنا، كايرو أليكس وجيزة. هبتدي ارجع تاني ولينك بقى الفيلد ده بالجاليري. ما ننساش ان احنا نسميه عشان يبقى اسهل بالنسبة لنا في الاستخدام. يبقى هسميه search location. هرجع تاني هلينك الكلام ده بالجاليري. لو انا عملت حاجة هنا لطيفة جدا اسمها فورمات تكست، هلاقي انه باور ابس لوحده ابتدى يفورمات شكل الفورمولا بتاعتي عشان تبقى شكلها اسهل. فدلوقتي الفلتر ده الداتا سورس بتاعي. هرجع بعد اخر الفلتر ده هعمل كوما. اول ما عملت كوما هلاقي ان هو كتب لي لوجيكال تيست. معنى كده ان هو محتاج مني الفلتر، محتاج مني سورس، ومحتاج مني لوجيكال تيست كوما لوجيكال تيست كوما نقط كتير. يعني اكتب اللوجيكال تيستس اللي انت عاوزها بالكمية اللي انت عاوزها. فانا هعمل انتر عشان يبقى كل لوجيكال تيست موجود في لاين لوحده. ده بيخلي لي شكل الابلكيشن او شكل الفورمولا بتاعتي منظم اكتر. المرة دي الفيلد اللي ببص عليه اسمه لوكيشن، فهدور على الفيلد ده اهو اسمه لوكيشن. طبعا ما بيتحطش في سنجل كوتيشن زي كده لان هي كلمة واحدة. اول ما يبقى فيها سبيس تتحط على طول في سنجل كوتيشن. فانا هختار لوكيشن دوت فاليو. هنعمل زي ما عملنا المرة اللي فاتت in search location dot selected items dot value. جميل. وتعالوا بالمرة نعمل كمان موضوع is blank. فهناخد is blank، ناخد copy من search location، طبعا نفتح قوس paste، نقفل القوس بتاع is blank، نشيل كلمة items مش محتاجينها هنا، selected بس. وكده الفلتر بتاعنا بقى جاهز. تعالوا نجربه على البريفيو.
كده أنا أقدر أفلتر بالأونلاين، وأقدر أفلتر كمان جوه الأونلاين على كايرو. فكده ظهر لي ال4 trainings بس اللي موجودين كايرو، كايرو، كايرو. كده بقى عندي 2 layers من الفلترز. طيب وفي الأونلاين لو أنا مش عايزه يبقى كده هيجيب لي كل كايرو أونلاين وأوفلاين أهو. يبقى أنا بقى عندي حطيت ال2 layers وأقدر أفلتر باللي أنا عاوزه. طيب لسه كمان ما ننساش إن إحنا محتاجين نعمل multiple select هنا، يبقى هنرجع تاني ونقول له ما تنساش إن الفيلد ده تallow فيه multiple select من البروبرتيز allow multiple selection، وهعملها on. وهرجع هنا تاني هقدر أسلكت كذا لوكيشن، فهختار كايرو وجيزة مثلا واختار منهم الأونلاين، فيظهر لي اللي موجودين في كايرو موجودين في جيزة وأونلاين. خلاص أنا كده بقى عندي الفلتر بقى فليكسبل، هقدر أختار فيه كل اللي أنا عاوزه. هرجع تاني للديزاين فيو. طيب هنلاحظ هنا إن مكتوب find items وهنا find items. طب ما تيجي نغيرها ونخليها بدل find items هنروح للأدفانس وندور على كلمة input text placeholder، وبدل كلمة find items هنخليها filter by أول واحدة كانت course type، ونروح على الفيلد التاني ونخليه input text display بدل ما هي find items هنخليها filter by location. كده بقت أوضح لليوزر حتى إن هو يستخدمها. أعمل سيف طبعا للأبليكيشن بتاعي. تعالوا نشوف إزاي هنعمل الانستراكتور. ناخد برضو كوبي من الفيلد نفسه، كوبي ونعمله في الكونتينر ده بيست. هنشيل برضو الايرورز، وهنلاقي طبعا لو عملنا بريفيو ان الابليكيشن بتاعنا بيدينا كل الناس اللي موجوده في الاكتيف دايركتري، وهقدر اسيرش بيهم بالشكل اللي انا عاوزه. هنرجع تاني ونلينك الفيلد ده بالفلتر بتاعنا، بس الاول طبعا هنديله اسم search instructor. جميل، هناخدها خطوة خطوة لأن ده مختلف، لأن هو person field. هنعمل كوما وهننزل. هو في الأول وفي الآخر ال person field هو برضو عبارة عن drop list، بس تعالوا نشوف الفرق البسيط اللي هنقابله. هنكتب instructor. احنا عاوزين ان الفيلد ده مش محتاجين بقى هنا in، لأن هو الانستراكتور دايما هيبقى حاجة واحدة بس equals search instructor dot selected dot هنا ما ظهرليش value، ظهر لي ايميل. يبقى انا محتاج كمان في الانستراكتور اختار instructor dot email. ممكن اختار اي حاجه من الحاجات دي، بس انا دايما بعتمد على الايميل افضل من الديسبلاي نيم ومن اي حاجه تانية. طبعا ما اقدرش اختار الديبارتمنت لان الديبارتمنت ممكن مش ممكن، اكيد هيبقى فيه كذا حد شغال جوه نفس الديبارتمنت. انا محتاج حاجه تميز الشخص اللي موجود هنا، فما هياش فاليو، هي ايميل. فهختار هنا instructor.email equal search instructor.email. وهنعمل برضو الكونديشن التاني بتاعنا اللي هو is blank، عشان لو انا سبتها فاضيه دايما يعتبر اكني عامل select all. كده السيرش بتاعنا بقى جاهز، او سوري الفلتر التالت بتاعنا بقى جاهز. فانا هعمل كده فلتر باي مثلا خليل الشريف. هو معظم اللي موجودين خليل الشريف. تعالوا نشوف في حد تاني موجود اساسا. لا مفيش حد linked بحاجة تانية. طب تعالوا نعمل edit لكورس ولا اتنين من دول ونغير الانستراكتور اللي فيهم ونشوف. هنعمل edit مثلا للكورس ده، هغير الانستراكتور بدل خليل الشريف هخليه مثلا أليكس ويلبر وأعمل سيف. هروح على اللي بعده الإكسل وهعمل edit. هختار برضو
أليكس ويلبر وأعمل سيف. قال لي سيفد. تعالوا بقى نفلتر هنا بأليكس. أليكس بقى عنده 2 كورسز، واحد في أليكس وواحد في كايرو. تعالوا نختار مثلا فلتر باي لوكيشن، هختار اللي جوه أليكس، فكده فلتر لي اللي لأليكس ويلبر ده اسمه، واللوكيشن أليكس، فبالتالي ظهر لي على طول الكورس الوحيد اللي لأليكس جوه اللوكيشن ده. جميل جدا. فضل عندنا الحاجة الرابعة اللي احنا هنعملها في الفيديو ده، ان احنا هنعمل سيرش بالتايتل. اقدر اكتب اي كلمة موجودة جوه التايتل عشان يجيب لي كل الكورسز اللي مرتبطة بحاجة زي كده. تعالوا نشوف هنعمل كده ازاي. هرجع تاني للديزاين فيو. خلاص انا ممكن اكلير طبعا الفلترز دي، وهنشوف في نهاية الفيديو ازاي اقدر اكلير كل الفلترز مرة واحدة من غير ما اقعد اشيل الفاليوز اللي هنا والفاليوز اللي هنا والفاليوز اللي هنا. هنشوفها برضو في النهاية. رجعنا للديزاين فيو. المرة دي كمان ممكن اخد كوبي من الفيلد ده، بس الفيلد ده في واقع الامر لو خدت كوبي منه مش هستفاد قوي، لان هو ما فيهوش دروب ليست، هو عبارة عن input text. فانا هأثر على نفسي واروح اختار من جوه الكنترولز بتاعتي، هكتب تكست انبوت هيظهر لي تكست انبوت، فهختار تكست انبوت. وممكن اخلي ده اول واحد، هروح بالارو على اليمين كده عشان يبقى اول واحد يسيرش بيه، واخلي ممكن اسيبه الويدث بتاعه كبير شويه كده عشان اكتب براحتي. طيب فانا كده عاوز ابتدي الينك الفلتر بتاعي باللي هكتبه هنا. في الحاله دي مش هنستخدم فلتر، في عندنا فانكشن لطيفه جدا اسمها سيرش. بس سيرش هنستخدمها ازاي؟ احنا هندخل الفلتر بكل الديتيلز بتاعته جوه الفانكشن اللي اسمها سيرش. هعمل كده ازاي؟ اهو هكتب سيرش. اول حاجه هو طالبها مني في السيرش عباره عن ايه؟ قال لي السورس بتاعك ايه. السورس بتاعي فعليا هو عباره عن الفلتر ده بكل اللي جواه. يعني اكني بقول له السورس بتاعي هو عباره عن الفلترد تيبل ده. الفلترد تيبل ده ان انا عملت فلتر للتريننج التريننج ليست. فالتريننج ليست دي انا عملت عليها فلتر، الفلتر ده هو اللي هتسيرش جواه. يعني بعد ما تعمل الفلتر اعمل السيرش. طيب فانا عملت كده سيرش وفتحت قوس، هاجي في الاخر خالص وهعمل كوما، هلاقيه ابتدى يقول لي ايه التكست بتاعك اللي انت عايز تدور عليه. هقول له التكست بتاعي موجود في الفيلد اللي احنا كريتناه دلوقتي حالا، اللي احنا لسه ما سميناهوش. تعالوا نسميه سوا. هنقول search title. هرجع تاني واكمل الايكويجن بتاعتي. هيقول لي عايز تسيرش فين؟ هقول له عاوز اسيرش او التكست بتاعك فين، موجود في search title dot value. ماشي. هعمل كوما. هيقول لي طب وايه الكولون اللي انا هسيرش فيه؟ هقول له سيرش في التايتل، وهقفل القوس ده كده. خلاص كده بقى عندي الايكويشن بتاعت السيرش جاهزه. تعالوا نعمل بريفيو ونشوف ايه اللي حصل. عايزين نسيرش على اي حاجه، مثلا نكتب كلمه اب وندوس بره كده عشان يبتدي يفاليديت او يفعل السيرش. لقى لي كلمه باور اب، نكتب كلمه نكتب حرف الاي بس، فهيجيب لي كل حاجه موجود فيها حرف الاي. نكتب مثلا اكسل اي اكس، عايز ادور على حاجه ليها علاقه بالاكسل، لقيت حاجه ليها علاقه بالاكسل. فانا كده بسيرش باللي موجود هنا جوه مش شرط تبدا بيها الكلمه او حاجه، بس اي حاجه بتكونتين الحروف اللي انا هكتبها في السيرش بوكس ده هيظهرها لي الابلكيشن بتاعي، او هتظهرها لي الجاليري بتاعتي. تعالوا نكتب كلمه مانجمنت مثلا او نبدا بيها، وندوس بره عشان يبتدي يفعل السيرش. قال لي في تايم مانجمنت وفي كرايسيس مانجمنت، عاوز تختار انه واحد من دول. تمام. طيب في حاجه لطيفه انا بعملها، لانه زمان كنت بمجرد ما هتكتب الكلمه جوه الفيلد قبل ما يعملوا الابديت الاخير في باور ابس، مجرد ما بتكتب الكلمه بيظهر لك الاوبشنز المتاحه ليك. بس حاليا انت لازم تدوس بره، او زي ما بنقول كده تاكتيفيت الفيلد عشان يبتدي يسيرش. يعني انا مجرد ما كتبت مثلا اكسل، انا مستني يظهر لي اكسل، ما ظهرش حاجه. بس فعليا لو دوست بره الفيلد ده هيبتدي يسيرش. انا بعمل ايه عشان اتحايل على الموضوع ده؟ بعمل حاجه بسيطه جدا. باجي
تاني للديزاين فيو، وجوه الكونتينر بتاعي اهو هعمل insert وهكتب كلمة search، فهيظهر لي في الكلاسيك ايكونز ايكون اسمه search. هختار الايكون ده، هصغره، هو مش محتاج يبقى كبير أوي كده، ممكن 40. حلو قوي. وهنقله لجنب الفيلد بتاعنا اللي هو السيرش تايتل، بمجرد الأرز حركته فبقى جنب الفيلد اللي هو السيرش تايتل. فكده هيبان انه لو عملت بريفيو، هو انا مش عامل عليه اي نوع من انواع الفانكشنز، انا كل الحكايه انا عايزه يبقى موجود بس عشان اليوزر لما يعمل يكتب كلمه مانجمنت مثلا يدوس سيرش فيظهر له تايم مانجمنت. هو فعليا هو ما داسش هنا حاجه، ولما داس هنا ما عملش اي حاجه، حتى في الاون سيلكت بتاعه الايكون دي انا ما اخترتش اي حاجه. انا كل اللي انا عملته انا خليت اليوزر بس يدوس بره الفيلد عشان افعل الفاليو اللي موجوده جوه الفيلد فيبتدي السيرش يشتغل. هنرجع تاني للديزاين فيو. طيب لو انا عاوز اعمل سورت للجاليري بتاعي ده، فيبدأ دايما باخر كورس، اخر ميعاد كورس، اجدد ميعاد كورس باقدم ميعاد كورس. تعالوا نشوف هنعمل كده ازاي، وهي سهلة جدا برضو. بنفس الكونسبت اللي عملنا بيه السيرش، هندخل السيرش والفلتر والقصة دي كلها جوه الفانكشن اللي اسمها سورت. سورت وهنفتح قوس وهنروح لاخر الايكويشن خالص ونعمل كوما، وهنقول له sort by course date. اهو course date اهو موجود، هنختار course date وهعمل كوما وهقول له descending عشان يجيب لي من القديم، من الجديد قصدي للقديم، وهقفل القوس ده. هنلاقي ترتيب الكورسز اتحسن معانا وبقى من 23/8 ل 8/8 أو 7/8 أول كورس. فهي دي الترتيب الجديد بتاع الكورسز اللي أنا عملته باستخدام السورت فانكشن بكل بساطة بالطريقة اللي احنا شفناها سوا. ايه بقى قصة الديليجيشن وايه قصة الورنينج اللي ظاهر ده؟ زي ما اتفقنا ده مش ايرور، ده ورنينج معين اللي اسمه delegation warning. حتى تعالوا نقف عليه كده ونشوف ايه اللي مكتوب جواه. قال لي delegation warning: the highlighted part of this formula might not work correctly on large datasets. طيب يعني ايه الكلام ده؟ هنرجع تاني للفورمولا اللي هو بيتكلم عنها. وفين الهايلايتد بارت جوه الفورمولا ده؟ بصوا حضراتكم، شايفين الخط اللي تحت n؟ شايفين الخط اللي تحت التو بايبس اللي احنا اتفقنا ان دول معناهم اور؟ ده كده بيقول لي ان استخدام البارت ده في الايكويشن بتاعك هيعمل الديليجيشن ايرور. طب هو ايه الديليجيشن اساسا؟ ببساطه باور ابس لما بيجي يتعامل مع الشير بوينت ليست، سواء بيودي لها داتا او بياخد من الشير بوينت ليست داتا، مش بيتعامل دايركت مع الشير بوينت ليست، لا هو بياخد داتا سيت كامله، بياخد فعليا بالتحديد اول 500 ريكورد موجودين جوه الشير بوينت ليست، يحطهم جوه باور ابس ويبتدي يشتغل بيهم، وبعد كده يرجعهم تاني جوه الشير بوينت ليست بشكل لحظي انت مش هتحسه ومش هتشعر بيه. حتى لو احنا جينا ندور ونشوف جوه السيتنجز، هنلاقي في عندنا اوبشن غريب جدا موجود هنا اسمه data row limit set how many rows are retrieved from server based. يعني هو دلوقتي هنا بيحدد نقدر ناخد كام رو من جوه السيرفر. ولو جينا عملنا كده وقلنا لا احنا طب خلاص احنا مش عاوزين 500 احنا عاوزين 5000، هيقول لي لا هو الماكسيمم بتاعك 2000. فانا دايما لما بعمل كانفاس اب ورابط الكانفاس اب ده بشير بوينت ليست باخد الماكسيمم، باخد ال 2000 على طول. تمام، فانا هغير السيتنج دي واخليها 2000. طب هو هياخد 2000، طب لو انا عندي اكتر من 2000 ريكورد في الداتا سيت بتاعتي، ساعتها الديليجيشن ده مش هيشتغل لان هو هياخد اول 2000 ريكورد. طب ايه الحلول اللي ممكن نعملها للديليجيشن؟ ده فيديو انا هخصصه لوحده للحلول اللي نقدر نعملها في حالة ان احنا عندنا ديليجيشن ايرور وفي نفس الوقت عاوزين نخرج بره القصة دي ونلعب في الداتا سيت براحتنا، وعندنا داتا سيت كتيرة اكتر من 2000 او اكتر من 20,000 او اكتر من 200,000. ساعتها هنعمل ايه؟ وهنقدر نستخدم الشير بوينت ساعتها ولا لا؟ شير بوينت ليست بمعنى اصح ولا لا؟ وهل في داتا سورس افضل من ده ولا لا؟ ده هنعمله في فيديو مختص
بحاجة زي كده هيبقى متعلق بالديليجيشن ايرورز فقط لا غير، عشان يبقى فيديو مفصل عن القصة دي. طب احنا حاليا نقدر نعمل ايه؟ حاليا لازم نبقى فاهمين ان الفلتر والسيرش مش هيشتغلوا غير على اول 2000 ريكورد بس، وهندخل في التفاصيل زي ما اتفقنا بعد كده في الفيديو بتاع الديليجيشن. تعالوا نشوف ازاي بقى نقدر نكلير كل الفلترز مرة واحدة، بدل ما احنا نقعد ندخل على كل فلتر او كل فيلد من دول نقعد نفضي الحاجة اللي جواها عشان نكلير كل الفلترز. بكل بساطة هنيجي على الكونتينر، هدور على كلمة erase. erase بالنسبة لي شكلها مناسب ان انا استخدمها في clearing الفلترز. هصغرها طبعا، مش محتاج الحجم ده كله. هاجي على الويدث وهختار مثلا 35، وهبتدي ادي للون سيلكت بروبرتي دي هنا اشيل بدل ما هي فولس هديها فانكشن مختلفة وهقول له ريست. طيب عاوز تريست ايه؟ عاوز اريست السيرش كورس تايب وهعمل سيمي كولون، وعاوز اريست كمان السيرش انستراكتور واقفل القوس واعمل سيمي كولون، وعاوز اريست فضل ايه كمان؟ فضل عندي اللوكيشن واعمل سيمي كولون، وعايز اريست التايتل واقفل القوس. تمام، ممتاز. تعالوا نجربها كده. هنعمل بريفيو. هختار هنا مثلا اونلاين، وهختار كايرو، وهختار الانستراكتور مثلا. فكده ظهر لي الثلاث حاجات دول. عايز اشيلهم كلهم مرة واحدة، هعمل ريست، كله رجع تاني وبقت كلير. وطبعا لو كان هنا مكتوب اي حاجة واخترت معاها كمان انستراكتور، خليها أليكس، وعملت ريست، كله بقى كليرد. تعالوا كده نراجع اللي احنا عملناه والنتيجة اللي احنا وصلنا لها. لو رحنا على البريفيو هنلاقي ان احنا بقى عندنا ان احنا نقدر نسيرش باسم كورس معين، واقدر اعمل بيه سيرش فيظهر لي، او اقدر كمان افلتر، اعمل كذا لاير للفلتر. فمثلا اقدر اختار الاونلاين كورسز، اختارها في لوكيشن معين او في كذا لوكيشن، واختار الانستراكتور اللي هيدي الكورسز دي. فبقى عندي كذا لاير للفلترز، ودي نتيجتهم بكل بساطة. طبعا كده الابليكيشن وصل لمرحلة لطيفة جدا، بس هنا عندي سؤال. هو انا اقدر اخلي الترنيه هو اللي يقدر يدخل يابلاي على الكورس ويشوف ايه الكورسات المتاحة وايه الاماكن المتاحة جوه الكورسات دي؟ هو ده بالظبط اللي هنعمله الفيديو اللي جاي. لو استفدت مش عايز منك غير دعوتك الحلوة وكومنتك الجميل. سلام.